هذا امتداد عمر لما كان علي أنا في تونس من 16 سنة تدريس في المعهد العالي للفن المسرحي. فمريت على أجيال كاملة من خريجين المعهد العالي للفن المسرحي، واللي كان لي علاقة طيبة وتأثير. أنا درستهم الملتي ميديا، درستهم السينما وآلياتها، العلاقة بين المسرح والسينما، الممثل في السينما، الممثل في المسرح، كتابة السيناريو، كيفية معالجة العمل، الرؤية السينوغرافية، كل العناصر هذه تدخل ضمن هذا المسار. فهذا العمر 16 عام من التدريس دفعني إلى مواكبة 16 مهرجان لقرطاج بسنة بعد سنة. كل الأجيال اللي مرت، وأنا سعيد جدا عندما أجيت الآن إلى تونس أجد كل هؤلاء اللي كانوا هم طلبة عندي الآن يقودون الحركة المسرحية في تونس. أنا أعتبر التكوين في تونس واحدة من المدارس المتميزة عربيا، بحكم يجوز العلاقة أو قرب تونس من أوروبا، بحكم روحية البحث عند الفنان التونسي للتميز، لإيجاد هويته وخصوصيته، لتقديم مسرح لا ينتمي إلى الجذور فقط، إنما يأخذ من الجذور، من الامتدادات، مادة للانتقال إلى العالمية. وأعتقد هو هذا مفتاح أو طموح كل فنان أن يصل إلى هذا المستوى. في تونس يخلط ما بين التجربة الشرقية والتجربة الغربية. بتقديري هو واحد من العينات المتميزة حقيقة في المعهد العالي للفن المسرحي. هو دخل الوسط هذا من باب الرغبة، المحبة، وكان كثير طموح في أن يوجد هويته وحضوره الخاص به، وكيفية تواصله مع الأجيال المسرحية المحيطة به، وحتى الأجيال الطلبة اللي كانوا زملاء. يعني هو رسم مسار خاص بحياته، وهذا المسار هو التميز لإيجاد حضور في مسار المسرح التونسي. والله كثيرة هي الأشياء حقيقة ما يحضرني كثير، إنه لأنه تعرفين أنا مرة أجيال من الطلبة، لكن هو تميز بشيء مهم بالموضوع هذا، إنه كان في مادة السمعية البصرية كان كثير متميز عندي. كان كثير يحب أن يحضر ومثابر في كتابة السيناريو، مثابر في التنفيذ، مثابر في الأداء، مثابر في أن يوجد جروب يعمل معه. وهو هذا عمل السينما، عندما توجد جروب للعمل وتوجد الألفة والتواصل، أعتقد هنا يكون التميز، هنا يكون الهوية، هذا الكاريزما، كاريزما شخصية، أنه هو يقدر أن يستطيع أن يجمع الناس حواليه ويوجد علائق حلوة تعطي جمال فني للناس.